كل سنة وانت الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراده فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراده فرائض عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف
الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبنات الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العناء في مفرق الشرق وذرات فراء العقد أنا تاج العناء في مفرق الشرق وذرات فراء العقد إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي الشبه باذنك. اتفضل يا دكتور محمد. هنا اتفضل هنا باشمهندس. مش معاك زوم يا كابتن؟ مش معاك زوم يا حبيبي؟ معاك زوم لورا قوي كده، مش قوي كده. ازاي تقعد على المنصه؟ يعني العربك بتاعك اقعد هناك الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المستشار عدلي الحسيني محافظ القليوبية، الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة، الأستاذ أحمد محامي رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي، الشخصية المكرمة الشاعر رفعت المطر، السادة الحضور، صباح الخير لكم جميعا. هذا هو المؤتمر الذي يشارك من مؤتمرات اليوم الواحد والذي خصص هذا العام للاحتفال بتكريم الشاعر رفعت عبد الوهاب المرصفي تحت عنوان رفعت المرصفي تجربة شعرية متجددة. ونحن حين نكرم الإبداع والمبدعين ننحاز إلى الإنسان الذي أنجز وحفظ لنا تراث هذه الأمة
سواء كان ذلك بالانتقال الشفهي من خلال الرواة للحكايات والسير الشعبية أو عن طريق التدوين بالكتابة. فلولا الإبداع ما حكت لنا شهرزاد حكايات ألف ليلة وليلة، وما حنت قلوبنا بصوت رباطة في صعيد مصر. فشكرا للإبداع وشكرا للمبدعين. والآن مع كلمة الأستاذ الأديب سامي سرحان أمين عام المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية حامي حمى الثقافة على أرض الإقليم وحب أدبائها وفنانيها، هنيئا لك بنا وهنيئا لنا بك، عودتنا الاستجابة لمطالبنا وهذا عهدنا بك منذ توليك رئاسة إقليمنا المحبوب القليوبية. سرور مرت لم نشعر بقلق خلال إقامة مؤتمر أدبي أو طباعة كتب للأدباء، هكذا يقدرون لك جهدك الرائع ومساندتك الدائمة. كنت لنا نعم العون في كثير من أمور حياتنا وأعطاك الله الصحة والعافية. الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لرسوم الثقافة، لبيت دعوتنا اليوم، فهذا هو المنتظر منك دائما. أصبحنا نشعر بك واحدا منا، نحن معشر الأدباء والفنانين. قمت بتطوير الكثير من أدوات الثقافة وما زلت مصرا على الإضافة كل يوم. نراك شبابا يمتلئ حيوية بمشيئة الله تعالى. استجابتك لمطالب الأدباء والفنانين سريعة فيما هو مشروع وحق لهم. نشكر لك الاستجابة الفورية لمطلب الأدباء في مؤتمر القناطر لإعادة صياغة اللائحة الخاصة بأندية الأدب. لقد وضح جليا حرصكم على استمرار دور أندية الأدب في مسارها الطبيعي. نطمح إلى المزيد ونتمنى لكم التوفيق. الآن جاء دور الشعر، فالشعر ديوان العرب وسجل حياتهم، والشعراء هم أصحاب الرأي والتعبير على مر العصور. لقد أجمع دارسو الأدب العربي على أن الشعر يمثل جوهر الثقافة العربية والوجدان العربي معا. شاعرنا المنصفي لا حدود لشاعريته، يحلق حرا فوق رواب الشعر فاردا جناحيه، محتويا المشاعر والأحاسيس الصادقة والوجد الصافي واللحن الشفاف والصورة المركبة. يرى من خلال مرآته العالم برؤية جديدة، يفلسف الكلمات ويطرح كثيرا من الطروحات والطموحات. صاحب موجز إبداعي يدقق في الكلمة، يراه الشعر وتكتبه القصيدة. من المبدعين الذي عرفته الساحة الشعرية يكتب الفصحى بطلاقة ويجيد كتابة العامية، له باع طويل في مجال النقد والدراسات الأدبية. شاعرنا المنصفي حمل معنا هم الحركة الأدبية القليوبية، أنشأ صابون في بلدته قرية مرصفة، استضاف فيه كبار الأدباء في مصر، وأصدر سلسلة أدبية طاردت الماء الكتاب. شارك في إجازة وتقديم العديد من المبدعين من أبناء الإقليم، قدم أبحاثا كثيرة بذل فيها جهدا رائعا، منها ذلك البحث الرائع الذي شارك به في مؤتمر الأدباء الإقليمي الثقافي للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد عن أثر البيئة في الإبداع، حيث تحدث عن التجربة الشعرية الثرية للأدباء محمد الصادق بولا وطارق عمران وبهجة الحكميري وحسين أحمد إسماعيل ومحمد العدد وعبد الهادي سرحان
وجمال شاكر هارون ومحمد سليمان فياض، وعلى رأس هؤلاء جميعا الأديب السجال محمد الشرنوب شاهين. شاعرنا المنصفي عضو رابطة الأدب الإسلامي، ويدرس طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عددا من نصوصه الأدبية. جمع وحقق ديوانا للشاعر عبد الفتاح ذكي المنصفي تجاوز 600 صفحة. شاعرنا يملك تجربة شعرية فريدة وضعه في مصاف رواد الشعر. عطاؤه بلا حدود من خلال معطيات ثابتة وحقائق واضحة وضوح الشمس. إذا كان هذا التكريم الذي أجمع عليه غالبية الأدباء في إقليمنا المعمول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أحد رواد قصيدة التفريدة الشاعر الكبير الأستاذ عبد المنعم عواد يوسف رئيس المؤتمر. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد المستشار عن تكفين محافظة القليوبية الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة، الأستاذ أحمد زحام رئيس تقديم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، الشاعر الأستاذ رفعت المصطفى المختبر فيه، الأستاذ سامي فرحان أمين عام المؤتمر، الأستاذ محمد عبد الحافظ مدير ثقافة القليوبية، السادة الحضور كلا باسم، الصديق العزيز الأستاذ، كل ما حضر حتى لا أنسى أحد. يسعدنا في هذا المؤتمر أن نحتفل بواحد من رموز الثقافة في القليوبية، هو الشاعر رفعت المنصفي. الشاعر رفعت المنصفي له إسهامه الحقيقي في مجال الشعر في محافظة القليوبية. يعني ومن الأشياء الجديرة بالاهتمام أن ننوه بإبداعه المتعدد في كل مجالات الشعر. لم يكتفي رفعت المنصفي بالكتابة للكبار، وإنما له أيضا تجربته في مجال شعر الأطفال. وكلنا حضر صالونه الذي يقيم في قريته مرصفة، وقرية مرصفة تذكرنا بالأديب الكبير الشيخ حسين المنصفي الذي تعلمنا جميعا على يده من خلال كتابه الوسيلة الأدبية الذي يعني يعد من معالم الثقافة العربية في حياتنا المعاصرة. إذا فرفعت المنصفي ينتمي إلى بلد كان لها دورها الحاسم في حياتنا الثقافية من خلال الشيخ المنصفي رحمه الله. رفعت المنصفي بالفعل جدير بتجربته، جدير بأن ننوه بهذه التجربة المتعددة النواحي. فهو في تجربته تعامل مع كل محاور الإبداع الشعري، يعني المحور الوطني له حضور، والمحور القومي، المحور الوجداني له يعني استهاماته في شتى المجالات الشعرية. طبعا من خلال الدراسات التي سوف تقدم في هذا المؤتمر سنحيط علما بكل جوانب تجربته. يعني أشكر هذا المؤتمر الذي شرفني بأن أكون رئيسا له، وأرجو أن ننعم معا بأمسية بأماكن أدبية طيبة وبأوقات سعيدة، وأكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والآن مع كلمة الأستاذ أحمد محمد رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السيد المستشار عادل الحسين محافظ الديوان هو أب نور الله لما درسنا منه في التطبيقات المرسية التي يمكن عام حافظ محافظ. أيضا كما قال الأمين عام المؤتمر أن الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد أصبح واحدا من أبناء القيومية لكثرة تواجده داخل هذه المحافظة وعدم غيابه عن أي مجاهدين داخل المحافظة. أيضا نستطيع أن نقول أننا في خارج العرفي الجديد يهتم كثيرا برموز الأدب داخل محافظة مصر، ليس في القيومية وحدها ولكن في كل المحافظات من شمال مصر إلى الجنوب. وهذا يرجع إلى القواعد. نستطيع الدخول في الدين الكبير وشرط جاهل وكثيرة له. ولا أطيل على حضراتكم سوى رحب بالشاعر والكاتب الكبير الخبي المحتفى بهذا اليوم. وشكرا جزيلا. صوتك آلاف الأميال الأنهار فصحى، أبدنا تعابير لحقول وسهول وروابي، مزرعة لقصيد لا يفنى. صوتك نافذة البوح وراء أعتل الشدو الأسماء. صوتك أسمعه أقرأه أكتبه أعرف كيف أوصفه. صوتك حرف لا يدركه غيري. الآن مع كلمة الشخصية المكرمة الشاعر رفعت عبد الوهاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معالي المستشار عدلي حسين محافظ الفيومية، سعادة الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأستاذ الموفر أحمد زحام رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الأستاذ الموفر الأديب الكبير محمد عبد الحافظ ناصر مدير عام ثقافة الفيومية، أستاذي ومعلمي الشاعر والناطق الكبير عبد المنعم عواد يوسف، الأستاذ الأديب والصحفي سامي سرحان أمين عام المؤتمر، السادة الحضور الكريم، الأصدقاء والزملاء والمحبين من كل مكان في هذا الوطن الممتد، وخصوصا من أبناء قرية مرصفة الطيبة، مرصفة المنبت والمسوى مهما امتد بنا بساط العمر، مرصفة التي أرضعتني مبكرا أبجديات الثقافة واللغة والإبداع، وشربت من معينها الطيب شربة لم أظمأ بعدها أبدا. السادة أصحاب المعالي، أقمار المنصة العامرة، السادة الحضور الأعز، إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوات عطر الرجال، وما أشهى هذا العطر الذي رويتموني به في هذا اليوم الأروع، ألا وهو عطر الحب والوفاء والتقدير. فما أروع اللحظات التي يستشعر فيها الإنسان أنه قدم شيئا مهما لوطنه ولأجياله المقبلة يستحق عليه نعمة الحياة. وما أشهى اللحظات التي يشعر فيها المبدع برضا المحيطين عنه وعن تجاربه الإبداعية والإنسانية.
خصوصا عندما يكون هذا المبدع في شوط ثاني من مباراته القوية والحادة مع الحياة. ففي هذا الشوط تحديدا يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى عدالة الحكام وإلى صدق المراقبين. وأقول أن هذا ما استشعرته اليوم وأنا في رحاب ضيافتكم الكريمة وفي شرف منصتكم الطيبة. السادة الحضور الكريم، من الكلمات لا تعجز عن التعبير عما يعيش في النفس من مشاعر وأحاسيس رائعة في هذا اليوم الخالد من حياتي. فيا للعجب وبلغ الصفة الشاعرة التي أكتني بها إلى أنني آخذ منبهرا أمام شاعريتكم ومشاعركم الدافئة. ويا للدهشة عندما يصبح الشاعر في لحظة ما أقل ما يمكن أن يجود لشاعره. سادة الحضور الأعز، إنها للحظة فارقة وتاريخية أن أكون في حضرة هذا الرجل الحسيني العادل محافظ القليوبية الذي أقول وبحق ومنذ أن عرفناه ونحن نلمس فيه دائما فروسيته النبيلة وثقافته المتوهجة وشغفه الجميل بالأدب والثقافة. هذا الرجل الذي ومنذ أن عرفناه ونحن نحظى دائما بحبه ودعمه الكاملين، فقد كان وما زال وسيبقى بإذن الله خير داعم للثقافة والمثقفين خصوصا في وطننا القليوبي العام. وها نحن نراه دائما ومع ضيوفه الصفوة وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة، وعلى هذه المنصة الحميمية يكرمنا جيلا بعد جيل في سيمفونية الوفاء الخالد في زمن تخلص فيه الوفاء قليلا. وأخيرا وكما بدأت بالشعر أبتسم وخير ما يبقى وداد دائم إن المناصب لا تدوم طويلا. وسلام الله عليكم ورحمة الله. والآن مع المبدع والناقد الكبير الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير المحافظ سيادة المستشار علي حسين، لا أعرف حقا ماذا أقول، فأنا من أكثر العاملين في مجال الثقافة سفرا بين المحافظات، ولكني أعتقد بأنني لا أصادف دعما للثقافة في محافظات مصر بقدر ما أصادفه على أرض القليوبية. وشكرا. وإذا كان صديقي الأستاذ أحمد زحام قد أشار في كلمته إلى كثرة حضوري للمحافظة القليوبية، فإنني أعترف بأنني مقصر، فما أحضره من أنشطة في محافظة القليوبية يدعم السيد المحافظ ويحضرها بنفسه في كثير من الأحيان يمثل نسبة قليلة جدا من الأنشطة الموجودة في هذه المحافظة. فهو الراعي الأول لهذه الثقافة هذه المحافظة. وأنا أقول هناك محافظات يطمئن قلبي إليه، وفي الحقيقة الأمر يطمئن قلبي وعقلي إلى المحافظ المسؤول عنه. على رأس هذه المحافظات محافظة القليوبية في رعاية وكنف سيادة المستشار علي حسين. أنا هنا لا أعقل هام الثقافة كما يقولون، ولكني في حقيقة الأمر آتي بوصفي ضيفا على بعض الأنشطة الثقافية الكثيرة التي تحدث في كل يوم على أرض هذه المحافظة. وشكرا لكم.
ولعل هذا يرتبط في أشياء كثيرة، منها على سبيل المثال ليس في الثقافة فقط ولكن في الفن أيضا. قد فتحنا في وقت قريب كشك الموسيقى، وليس هذا فقط. فرقة كورال بنها لم يكن لها مركزا في تصنيف فرق الهيئة العامة لأصول الثقافة. هذا العام في المسابقة الأخيرة للحان محمد عبد الوهاب فازت بالمركز الثاني. فرقة الآلات الشعبية أيضا بالمحافظة وببنها هذا العام فازت في المسابقة بالمركز الأول، وسوف يتسلمون الجائزة غدا. كل هذا التقدم في الفنون وفي الثقافة لا يمكن أن يكون بلا صاحب، لا يمكن أن يكون بلا راعي يقدم الدعم المعنوي والمادي أيضا للثقافة. فشكرا لك مرة ثالثة وليست أخيرة على كل حال. جزيل الشكر للشاعر الكبير الأستاذ عبد المنعم عواد يوسف، واحد من رواد التجديد في القصيدة العربية الحديثة. ولكن أستاذ عبد المنعم عواد يوسف يكتب أكثر ما يكتب ولا يجيد الدعاية لنفسه، وقد عاش خارج مصر لسنوات وسنوات. كل هذه العوامل مجتمعة جعلت، وأنا أصر على ما أقول، لا نعرف عبد المنعم عواد يوسف الشاعر حق المعرفة. وأنا أناشد أدباء ونقاد ومبدعي هذه المحافظة إلى أن شعر عبد المنعم عواد يوسف ودوره المفصلي في تاريخ التجديد في القصيدة المصرية والعربية والتبعية ما زال يحتاج إلى قراءة حنونة لعلها تبدأ من محافظة. شكرا. نعم. يعني أحسن رسالة قدمت عندي هي مستويات التجربة الشعرية التي كانت في جامعة بلد، وهي الرسالة التي أعتقد بها بالفعل. جميل. سيد الأستاذ سامي سرحان أمين عام المؤتمر، أمانة المؤتمر، السادة الإعلاميين وكل ضيوف القيادات السياسية والتنفيذية للمحافظة والأدباء، أشكركم كثيرا على هذا الدعم. أشكر زملائي مرة أخرى الأستاذ سعد عبد الرحمن، شكرت كده الأستاذ أحمد المحامي، الأستاذ محمد الحافظ، وأعتقد بأن الأستاذ محمد عبد الحافظ مدير عام ثقافة القليوبية من وجهة نظري المتواضعة كزميل له في العمل منذ أن أتى إلى محافظة القليوبية أصبحت أجد تناغما واضحا بينه وبين منظومة العمل الدقوق والنشط في كل المجالات في محافظة القليوبية، واستطاع أن ينغمس في هذه المنظومة ووصفه ترسا صغيرا لا يعطل حركة آلة التطور والتقدم التي تسير بأقصى سرعة في كافة المجالات في هذه المحافظة، وأشكره. ما زال الشعر ديوان العرب، وما زالت القصيدة العربية تمتلك القدرة على الهواية بروحها وصورها ولغتها القادرة على اختراق حكم النفس المشتاقة لكلام يطهر الأذن الغارقة في لهو الحديث المبتذل وما أكثر ذلك. لذا كان اجتماع الأدباء في القليوبية على شاعر مهم نبت بينهم نبتا حسنا في أرض شعرية خصبة ملآنة بالرموز الشعرية الكبيرة مثل الشاعر محمد الشرنوبي وفؤاد حجاج وعبد المنعم عواد يوسف ووفاء وردي وآخرين. كان اختيار الأدباء للشاعر رفعت المرصفي الذي تنوعت أشعاره واستفاد من المنتج الشعري العربي والعالمي الجديد، لكنه لم يتخلى عن إيقاع الشعر العربي وصوره وروحه وفلسفته وتراثه وبروسيته وتجريب
واشتباكه مع الآخر. المنصفي الذي وصفه الشاعر الكبير الشرنوبي بأنه أديب وشاعر مرموق تطاول قامته أهرامات مصر، وأنه عاش وما زال على قيد الوفاء. ولماذا؟ وقد أصدر شاعرنا ما يقرب من 17 كتاب، ما بين الديوان الشعري والكتاب النقدي والديوان الشعري للأطفال، وحصل على عدد مهم من الجوائز المصرية والعربية. وأكد النقاد في كتاب المؤتمر بقعة المصافي تجربة شعرية متجددة أن الشاعر يكتب ما يحسن وما يشعر به ويتأثر به، لا ما يكتبه الآخرون، وأن أشعاره تشهد بالوعي التام بقضايا أمته ومجتمعه العربي، وتشهد بقدرته الأدبية واللغوية على صنع الأسلوب وطي الألفاظ والجمل تناسب المقام الذي تقوم به. وكما تعرفون أن مراعاة الحال والمقام من أهم شروط البلاغة العربية. وقد يكون أهم ما في مؤتمر القليوبية منذ دورته الأولى تركيز على شخصية أدبية واحدة في حاجة ماسة إلى النظر للخريطة، لكنه هذا المؤتمر في حاجة ماسة إلى النظر للخريطة الأدبية للقليوبية، مع الاهتمام بالشخصية المكرمة من خلال المحور العام للمؤتمر حتى لا يغفل حق الأجيال الجديدة في المتابعة المصرية. ورغم الإحلال والتجديد والإنشاء ل8 مواقع في القليوبية هي قصر ثقافة بنها وقصر الطفل وقصر القناطر وقصر شبين القناطر وبيت ثقافة أبو زعل والخانقة والخلق ومسرح باتين، إلا أن النشاط لم يتوقف يوما بفضل التعاون مع جهات عديدة، لدرجة أن بعضها استضاف موظفي الثقافة دون أي أعباء عليه كالشباب والرياضة وجمعية الإرادة والتحدي وجمعية الفارابي للفنون، والبعض الآخر استضاف النشاط مثل مكتبة مبارك التي نجلس فيها اليوم ونقدم الشكر للقائمين عليها، والمجلس المحلي ومركز الإعلام والمجلس القومي للمرأة وجامعة بنها. ولماذا؟ فكل هذه المواقع تابعة لمحافظة القليوبية التي يرعاها المحافظ المثقف المستشار علي الحسين، وهي أيضا إحدى محافظات جمهورية مصر العربية. وعلينا جميعا أن نتكامل كي نقدم حالة ثقافية شاملة تريد تشكيل وعي المواطن المصري وتحصنه ضد تيارات التعصب والتخلف والفتن، وتحرر رأسه من الجمود وسيطرة ثقافة التقليد الأعمى عليه وتدفعه إلى أخلاق الإنتاج والتقدم. أقول دائما اسألونا عن النشاط وليس عن المواقع التي تخضع لنصيب الهيئة من ميزانية الدولة، لكني أقول لكم اسألونا أيضا عن المواقع في القليوبية بعد عامين، لأنها ستكون درة البنية التحتية الثقافية في مصر. ف5 مسارح فخمة في القليوبية ستكون العصا السحرية التي ستسعد رواد الثقافة والفن بتلك البقعة الجارية من أرض مصر. وأخيرا فقد استجابت الهيئة لاقتراح الفرع بإقامة دورة فندقية لقصر ثقافة القناطر الخيرية الذي يطل على النيل، لتقدم الهيئة مشروعا ثقافيا شاملا في بقعة من أهم وأجمل بقاع مصر الآلية ليجذب كل المحبين للثقافة ويستضيف ضيوف مصر والقليوبية في القاهرة الكبرى. لعلنا بما ذكرته نستطيع أن نواكب المسيرة المسرعة لحركة التطور الشامل والنهضة الثقافية التي تشهدها محافظة القليوبية. وشكرا لكم. حينما نسأل عن الثقافة نتوجه إلى سيادة المستشار عدلي حسين، وهو نبراس مهم جدا ونبراس فاعل للثقافة في القليوبية، ولما لا فهو أحد أبرز المثقفين في الوطن العربي. تفضل يا أستاذ المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم.
قريتهاش، ولو كنت قد سلمتها قبل ذلك الوقت قد أكون يعني ألممت بعض الشيء بهذه المؤلفات المرموقة التي سأجد وقتا بالتأكيد لقراءتها والاستفادة منها قدر المستطاع إن شاء الله. ما كان لي أن أتخلف على الإطلاق لتكريم في حفل تكريم واحد من أبناء الشعراء المرموق أو في أي مكان ثقافي أدعى إليه، وهذه هي المرة الثانية التي أدعى إلى أسابيع قليل. المرة الأولى كانت في القناة الخيرية، وهذه المرة الثانية في محفل الثقافيين. وذلك أمر الحقيقة سهل التغيير والتعريف به بالنسبة لي، فأنا أجد دائما في هذه اللقاءات فرصة للتقارب بين مسؤولي الحركة الثقافية في مصر ومعرفة الاتجاهات الثقافية في كل مجالاتها، لأن هذا المجال أني أعتقد أنه المجال الأوفر حظا في تعريف الهوية المصرية والمحافظة على الثقافة المصرية بصرف النظر عن كل ما يدور من خلافات أخرى اجتماعية اقتصادية سياسية وغيرها. الهوية الثقافية في مصر هي التي نتعشى في أن يكون لها دور ومكانة لكي نحافظ على الشخصية المصرية قبل المستقبل. المحتفى به من مصر، وأنا سعيد أن لقبه من مصر، يبدو أن كل واحد من هذه القرية يسعد دائما بأن ينتهي لقبه بالانتماء قرية مصر. والشيء الحقيقة قد يتوفر كثيرا في بعض القرى أو الأماكن الأخرى. ده معنى ذلك هناك اعتزاز بهذه القرية، والشاعر يبدو أنه قد غنى بها لدرجة أنه شرب منها شربة لم يطلع أبدا وهذا تعبير مجازي للي ممكن له حظ يعني وفير في الآخرة. يا ريت أن نشوف موبايلات عشان زينا ما يتشتتش. فده استعارة جميلة الحقيقة، يعني لا يقدر عليها إلا شاعر مرحب بالكذب. والحمد لله إنه هو شربة ماء جيدة ما فيهاش لا تلوث بقى ولا حاجة، نروح نعبر منها زجاجات بعد كده ونروجها دي من المصطفى حاجة يعني هو شهادة منه خلاص. مياه مصطفى مياه ليس لدينا في مرسخة تلوث. الحمد لله، وده شيء الحقيقة يسعدني ان انا اسمعه من واحد من انا لست مؤهلا لتقويم طبعا الشاعر الكبير المصري، لانه لست شاعر ولست اديب ولا استطيع ان اقومه بطبيعه الحال، لانه واضح ان زملائه قد كافأوا بهذا الحفل، وهو يستحق بلا بدايه طالما تم اختياره من هذه المجموعه المتميزه، فلم يختاروه كاعتبار، وانما لابد وان تكون له مكانه وان يكون له قدم راسخ في مجاله، ولذلك التكريم مستحق وواجب بلا بدايه. الحقيقه كان بودي ان يعني تتاح لي فرصه للقراءه حتى على الاقل هذا الكتاب الخاص بتقديم اعمال هذا الشاعر، لكن هي جاءت بالامس ما كانش في وقت واسع الحقيقه ان انا يعني استطيع ان اقرا كل هذا، وحتى مع الالمام السريع بما كتب عن الشاعر الكبير برضه لا يتيسر لي بسهوله ان استوعب قوي الا بالحاجه لوقت، لان الكتابه الحقيقه دقيقه جدا، بل ان بعض الكتابات التي تناولته تكاد تحاكمه كمن يقدم رساله دكتوراه، يعني مسكينه الحقيقه يعني مش مساله اشاده فقط، وانما ايضا التلميح لانه كان يجب عليه وكان يجب كذا وكان يجب، خصوصا
أنا معلم على الصفحة الخاصة بأستاذنا الكبير محترم عبد المنعم عواد الذي أجلس بجواري. فأنا الحقيقة لفت نظر أنا بسرعة كده يعني لفت دي حقيقة كلام حقيقة قيمته عالية جدا، وده يطمئننا بأن الاختيار كان دقيقا والتكريم مستحق، لأنه لما يكتب هذا الحديث الرصيد أنا أعتقد أن الحاضرين لديهم قسط من الشعر أو من فهم الشعر أو من حب الشعر، وإلا ما كانوا قد حضروا الشعر وتكريم الشعر مش بسهولة إن حد يجي إلا لأنه عارف حاجة في الشعر ويحب الشعر وفاهم يعني إيه الشعر، وبالتالي حضر إلينا لهذا. لكن اسمحوا لي هضيع وقتكم بعض اللقاءات الترابط اللي كتبه الأستاذ عبد المنعم عواد عن وقت نفحة نعم نفحة عشان تعذروني إن أنا عايز بقى ولا لأنه هيبقى بالكلام والكلام، لأن الشاعر يبدو أن له مجالات عديدة كتير، وطنية وثقافية واجتماعية ودينية وريفية ومدنية وحضارية، يعني لا يمكن كده أنه يعني شامل، وده صعب إن واحد الحقيقة يجيب كل هذه المجالات. إذا قدرت تفهموا معايا اللي أنا هقوله يبقى هتعذروني أكيد، خليكم معايا كده يعني. سامع عواد بيقول إيه بقى؟ بيقول إنه وعلى الوجه الآخر هو أقرب إلى المفهوم الصحيح للشعر من منظور الحداثي في شعره التفعيل عن في شعره البيت بالاعتبار وباستقراء العروض للقصائد التفعيلية نكتشف أن بحر المتدارك الخبر هو الأقرب إلى مزاج الشعر حتى الآن. فاهم الشعر والأدب عارف مؤكد، ولذلك لكن مثلي يحتاج إلى قدر من التدقيق عشان أعرف يعني إيه خبر ويعني إيه بيتي ويعني إيه. طبعا أنا ساعات كنت زمان في المدرسة حطوني في كان كمان جماعة الشاعر بس ما وصلتش للخبر. هو الأقرب إلى مزاج الشاعر رفعت المرصفي حيث يستخدمه في قصائد متعددة تقترب من نصف قصائد هذا القسم، وفيه الكامل حيث يستخدمه الشاعر والخمس قصائد، وفي المرتبة الثالثة يأتي الرجس والمقصائد والرمل فإذا وضعت صح؟ والرمل إذا وضعنا بالاعتبار أن المتدافع يكاد يركب القسم الأول من إيداع شعراء التفعيلة انتهت الغرابة بأن يأتي الجانب الأكبر من إيداع شعر هذا صح، وهو لا يشيز بذلك عن الظاهرة السائلة، غير أنني لاحظت أن الشاعر يزاوج استخدامه للمتدارك بين التفعيلتين التي تشكل اضافه كبير معايا. تعميل التوسع منها الاستاذنا كلنا جدا طبعا من ايه جدا كلام جميل ونقد بلدان. وكنت افضل هنا بلغت وكنت افضل ان لا يلجا الى ذلك حتى لا يقع في وهم من لا يدركون حقيقه الخلل العرضي الذي ينتج من هذا التزاوج. شوف النقد الجميل. نعم هذا اللي انا عايز اوصله، ان تقويم هذا الرجل لم يكن سهل، وانما من اساتذه له مكانه ويستحق كل تكريم واعينه بان نعيد قراءته. كل كلمه من دي واسال فيما ضم عليها المعاني طبعا بالتاكيد. انا في الفتره الماضيه الاسابيع الماضيه كنت منشغل بقراءه روايه عزازيل وما كتب عنها اللي كتبه القس عبد المسيح عبد الباسط الخطيب والأنبا بشوي وكتابة كوليس الزدان عن تاخد العرب وغيرهم. أنا الحقيقة برضه رجل راقي في لغته وفي عباراته وأخره
هذه الكتب التي أهديت إلي، وأنا يعني الحقيقة حريص دائما على قراءة ما يهدى إلي على وجه التحديد، مش بس الواحد يشتريه، وإنما ما يهدى إلي هو أعز عندي مما أقتنيه شراء. وفي النهاية مرة أخرى يعني أسعد أن يكون بين أبنائنا في المحافظة واحدة من هؤلاء المكرم، وأن يأتي إلينا هؤلاء الذين يكرموننا في شخص. فمرة أخرى تحية لكم وشكرا لكم، واسمحوا لي باسم المحافظة أن أقدم له الدرع الذين عملت به إكراما معنا. معالي المستشار عن التسليم ودكتور احمد جاري للفضل الثاني للاستاذ الشاعر رفعت عبد الوهاب المصطفى. والان شهادات تقدير للهيئات والجمعيات المتعاونة مع فرع الثقافة القليوبية في استضافة موظفين خلال التحليل والتأكيد. وأترك الكلمة للأستاذ محمد عبد الحافظ الموجود. الأستاذ عز الدين السكران. الأستاذ عز الدين السكران وكيل مديرية الشباب والرياضة القليوبية. الأستاذ خالد بودة رئيس جمعية الفرابي الفنان الكبير. الأستاذ عطية الجلايني رئيس جمعية الرياضة والتحدي. درع الهيئة العامة لشؤون الثقافة للشاعر الكبير الأستاذ عبد المنعم عواد رئيس الفريق. درع الهيئة للشاعر رفعت عبد الوهاب المصطفى الشخصية. شكرا لكم، وبعد قليل نبدأ الجلسة الأولى من جلسات الحلقة المؤتمر ولله الشارع والأنصار وآيات ملك.
لو سمحت كتاب الالعاب مش معانا. احنا مش عارفين نقول ايه. طيب طارق لو سمحت هل هو بيقول ايه؟ يا عم لا لا ملموس ولا مش؟ خلاص احنا بقينا الناس الغلابه.
هذا هو المؤتمر الأدبي السابع الذي يقيم طبع الثقافة القليوبية إكمالا لدراسة الواقع الأدبي المحفظة متجليا عبر موضوعاته وعبر رموزه. واحد من رموز المكان وممن يطلعون المسؤولية الأدبية تجاه الاستمرار هو الشاعر رفعت المنصور. وكما أشار سيادة المحافظ في الجلسة الافتتاحية إلى أن مرصفة هي مصنع العلماء. هذه قرية كل ما فيها يفوح بالشعر والأدب، وكانت حتى عهد قريب لا يوجد بها مواطن إلا ويعطر المطلع. في الجلسة الأولى التي تسعى لاستغلال جانب من العالم الشعري لدى رفعت المصري، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ نجمين من عبد البنيامين الدكتور يحيى القاضي، الأستاذ الشاعر الكبير الأمير عباس يوسف، الصديق العزيز الدكتور أحمد عرواني، الصديق العزيز الأستاذ محمد الصالح بولا. سوف أعرض على حضراتكم يعني أمرا بسيطا قبل أن نبدأ. الكتاب بين أيدينا والدراسات موجودة في هذا الكتاب، وهناك